الجمهور العراقي هواية زيدها بالدوحة وهتافات باسم أمير المؤمنين وسببت لنا إحراجات ومشاكل ما لها داعي، شوية خففوا مو هالكثر. السلام عليكم. البعض منزعج جدا من جمهورنا، ليش؟ لأن جمهورنا يهتف باسم أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الشيء يخالف قواعد التوحيد في بلاد التوحيد. وما أعرف دعاة التوحيد وين كانوا عن الحفلات الراقصة ونوادي القمار الموجودة في بلاد الحرمين، وكذلك عن المطربة الأجنبية التي جاءت إلى بلاد الحرمين وكانت تتغنى بأغاني فيها تحدي واضح وصريح لله سبحانه وتعالى، والكفر كان فيها بواحا. كلمات جمهورنا ما كان فيها أي شيء يعارض التوحيد، أشعار وقصائد تتغنى بحب أمير المؤمنين عليه السلام لمناسبة ولادته وبعض المناسبات اللي صادفت، أو جمهور يعتقد بعلي بن أبي طالب ويدعو من الله بحق علي أن يفوز أن ينصره إلى آخره، وناس فرحانة وما عندها كل مشكلة. ليش تحاول تخلق مشكلة من اللا شيء وتحاول أن تسيس الموضوع وتاخذه إلى جوانب أخرى؟ بقت رسالة لجمهورنا الحبيب، الله يوفقكم وبارك الله بكم. عندنا بقت كلمة، وكلمة هواي مهمة، من تذكر علي بن أبي طالب تريد تهتف باسمه تريد تتغنى باسمه لا تجيب ويا اسمه آلات اللهو والطرب، يعني لا تقرأ أشعار وقصائد بحب علي بن أبي طالب وأنت تعزف على آلات اللهو والطرب. هذا ما يناسب علي بن أبي طالب، ما يناسب مقامه، ما يناسب ذكره، لأن ذكر علي ذكر شيء عظيم. فمن تريد تذكر علي وانت فرحان صفق مو مشكلة، هوس مو مشكلة، بس الاعتماد على آلات اللهو والطرب ما يناسب ذكر أمير المؤمنين عليه السلام. أسأل من الله لنا ولكم التوفيق، ونتمنى الفوز المنتخبنا بلعبته الجاية وبكل اللعبات إلى أن يأخذ كأس آسيا. وفي أمان الله.